الكاميرا انيميشن هي واحدة من اهم الحاجات في شغلك في مجال 3D، ده اذا كانت مش اهم حاجة، ولكن مع الاسف ناس كتير جدا بتبعد عنها ويكاد يكون كمان حاسين انها مش مهمة. فالفيديو ده هو فيديو هيملى لك الفراغات في جزئية الكاميرا انيميشن وهيخليك بعد كده عارف تحرك الكاميرا صح من غير اي مشاكل. بس قبل ما نبدا عايز اقول لك ان الفيديو ده لو جاب 1000 لايك في 24 ساعة احنا هننزل فيديو تاني بكرة على طول بيكمل شرح الكاميرا بتفاصيل اكتر من كده. يلا بينا نبدا. طيب يا شباب، انا دلوقتي معايا فايل، تمام، انفايرمنت. انت اللي انا هشرحه ده هينطبق على اي حاجه، فخلينا نخش في الموضوع على طول. دلوقتي انت هتبدا ان انت تنزل الكاميرا بتاعتك، هتدوس شيفت ايه وتنزل الكاميرا بتاعتك. طيب اول ما تيجي تنزل الكاميرا بتاعتك هتلاقيها موجوده في الاوريجن بوينت بتاعك. طبعا لو الكاميرا حجمها صغير، اللي هو الايكون بتاعها صغير، تقدر ان انت تيجي هنا كده في الاوبجكت داتا بروبرتيز بتاعه الكاميرا، وفي الفيو بورت ديسبلاي هتلاقي السايز ده متر، ممكن ان انت تعليه، هتلاقي شكل الكاميرا بيكبر معاك. لما هنيجي نمسك الكاميرا بتاعتنا ونحركها في اي اتجاه لازم تبقى فاهم الانيميشن هو عباره عن ايه، او الانيميشن اصلا ايه اللي بيحصل. الانيميشن ببساطه لو انا جيت هنا كده في اي حته كده بصيت من فوق عشان اشرح لكم، الانيميشن ببساطه شديده هو انا بتحرك منين لفين في قد ايه. بمعنى لو انا هنا في مصر وعايز اروح الاردن، تمام، تعالوا نخلي اللون ده احمر عشان نبقى شايفين كويس. المسافه من مصر للاردن هنقول ان هي مثلا 10 كيلو. عشان تروح من مصر للاردن ال 10 كيلو دي لو هتروحها 300 يوم هتمشي بالراحه قوي، تقعد تمشي بالراحه 300 يوم، بقى معاك وقت تقعد تمشي بالراحه 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 لحد ما توصل. طب لو نفس المسافه دي بالظبط هتمشي من مصر للاردن، بس بدل 10 كيلو هتمشي في متر واحد بس، في نفس المدة هتوصل في أسرع وقت ممكن، هتلاقي نفسك وصلت بسرعة كده. فهو ده الانيميشن ببساطة. لو انت ما فهمتش اللي انا قلته هتفهم دلوقتي ازاي احنا بنعمل كده في الانيميشن نفسه. خلونا نمسح كل ده عشان تبقوا فاهمين. دلوقتي انت بتمسك الكاميرا بتاعتك، ومثلا الكاميرا بتاعتي اهي، ده الواي اكسس بتاعي اللي هو الاخضر، وده الاكس اكسس اللي هو الاحمر. فانت هتمسك الكاميرا بتاعتك وهترجعها لورا كده مثلا في الواي، وعايز الكاميرا تبقى باصه في الاتجاه اللي هو في الوش ده، فهتيجي هنا كده في الاوبجكت داتا بروبرتيز. انا بس همسح الكي فريم اللي اتحط ده وهقفل الاوتو كينج. الاوتو كينج ده بيحط كي على طول كده، فهنقفله عشان ما يحطش كي. هنخلي الكاميرا باصه في الوش، فهنخلي الروتيشن هنا 90 والواي والزد يبقوا 0، فهتلاقي الكاميرا بتاعتك باصه في الاتجاه ده. طيب دلوقتي احنا عايزين كاميرا انيميشن عادي جدا في الاول، ان هو يمشي من هنا لهنا. الكاميرا هتمشي من الاتجاه ده للاتجاه ده. مصر والاردن فين؟ انت هنا في مصر، تمام، ده مصر اول نقطه انت فيها، وعايزك توصل لحد مثلا، خلينا نبص كده من الكاميرا، تعالوا نرجع ورا شويه، انا عايز ارجع ورا شويه، فهدوس جي زد زد عشان اشدها ان هي ترجع لورا شويه مثلا كده مثلا، تمام. طيب واخليها تطلع لفوق بالمنظر ده، وهاجي عند فريم 100 مثلا او 150 هطلع قدام، هدوس جي زد زد عشان ابقى ماشي لقدام كده. كده انت كنت هنا وبعدها مشيت، فضلت تمشي كده. لو حركت الكي فريم بتاعي هنا كده، مش عارف هو ليه بيتحركش، تعالوا نجيب وشي كده هنا، ايوه، هنا هتلاقي نفسك بتوصل هنا. فاحنا الستارت بتاعنا 0 والاند بتاعنا 150. اللي بيحصل ايه بقى؟ ان انت دلوقتي معظم الناس لما بتيجي تحط انيميشن بتحطه وبتسيبه لحد كده، خلاص كده هو ده اللي هم بيعملوه. مش بيبصوا على الفريم ريت، مش بيبصوا على انت الانيميشن بتاعك بيتحرك ازاي، مش بيبصوا على اي حاجه تانية، وما بيعرفوش يحركوا الكاميرا اكتر من كده. فاللي احنا محتاجين نبص عليه الاول هو الفريم ريت الاول، عشان نبقى فاهمين ايه هو الفريم ريت. عمرك قبل كده شفت حد هو بيعمل انيميشن الانيميشن بتاعه بيقطع كده، تحس ان الكاميرا قاعده عماله تمشي تك 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 تك، قاعده عماله تعمل كده؟ ده بنسبه كبيره بسبب الفريم ريت. طيب الفريم ريت ده اللي هو لو جيت هنا كده في الاوتبوت بروبرتيز هتلاقي هنا كده في حاجه اسمها فريم ريت. الديفولت بتاع بلندر بيبقى 24 تقريبا، تمام، وفي فريم ريتس كتير. طيب الفريم ريت ببساطه هو ايه؟ هو الكتاب اللي انتوا كنتوا بتشتروه زمان وانتوا صغيرين، اللي هو لما تروح عامل كده يروح عامل لك رسمه. فده معناه ان الرسمه بتاعتك، ان مثلا رسمه ميكي ماوس موجوده وهو عامل كده وبعدها عامل كده بعدها عامل كده، فلما تحرك الورقه تلاقي ميكي ماوس ده قاعد عمال يرقص. هو ده بالظبط الانيميشن بتاعنا. اللي تحت ده لما نيجي نبص من الكاميرا هنا كده اللي هو الفريمز دي، الصور دي صوره، الثانيه صوره، الثانيه صوره، صوره 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 صوره، فلما تدوس بلاي هتلاقي الصوره بتجمع لك الانيميشن، تمام. ف 24 اف بي اس ده معناه ان ال 24 صوره بيمثلوا ثانيه، تمام. فانت من 1 لحد 24 ده كده ثانيه، من 24 لحد ال 24 الثانيه ده كده ثانيه. طيب لو خليتها 30 هتلاقي ان 30 فريم هو الثانيه. طيب
ده يعني ايه؟ يعني ان انت دلوقتي الانيميشن بتاعك 150 تمام، انت 150 فريم، فال 150 دول عشان تعرف هما كام ثانيه بتروح كاتب هنا مثلا 150 على 24، هتلاقي مثلا حط لك هنا 6، فدول 6 ثواني. فالانيميشن بتاعنا ده كده 6 ثواني، الثانيه الاولى، الثانيه الثانيه، الثانيه الثالثه، الرابعه والخامسه، ودلوقتي السادسه هتلاقيه راح وقف كده. احنا نفهم ايه بقى؟ نفهم ان احنا لو علينا الفريم ريت ده هتلاقي الانيميشن بتاعك بيبقى سموث، بيبقى انعم. عشان تخلي الانيميشن شكله انعم بتعلي الفريم ريت، ولكن لما بتعلي الفريم ريت بيحصل حاجه، وان انت دلوقتي لو خليته 30 فريم ده معناه ان بدل ما هو كان 6 ثواني، بص دلوقتي هيبقى كام؟ لو كتبته 150 على 30 هيبقى 5 ثواني، اقل ثانيه، هتلاقيه اسرع. تمام. ولو خليتها 60 فريم هيبقى اسرع، هتلاقيه اسرع. فدي الجزئيه اللي هي بتاعت الفريم ريت. لو انت الفريم ريت عندك بيقطع، او انت الانيميشن بتاعك دايما بتحس ان هو مقطع، دايما تحس ان هو وحش، في حاجه غلط، ده بسبب الاف بي اس. انا كسيف على طول متعود ان انا بخليه 30 اف بي اس، لان احنا شغالين كوميرشال، الحاجات اللي هي على السوشيال ميديا والكلام ده 30 اف بي اس بيبقى كويس جدا. خلينا نخش في الجزئيه اللي بعدها. هنا بدانا ان احنا نقول ان احنا هنبدا من هنا من مصر، هنتحرك من مصر هنا كده، ده الستارت بتاعنا، ده المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي، وهوصل ان شاء الله لهنا. تمام. الاردن دي مصر ودي الاردن. لو انا دلوقتي عايز اخلي الكاميرا بتاعتي تفضل بتمشي من هنا من نفس المكان لهناك، بس انا حاسس ان الانيميشن بتاعي بطيء، عايزها توصل اسرع، انا نفسي ان هي توصل اسرع، هتعمل ايه في الحاله اللي زي دي؟ كل اللي هتعمله ان انت بدل ما هي بتوصل من مصر لحد الاردن في 150 فريم، هتخليها توصل من مصر لحد الاردن في 100 فريم، فهتلاقي ان هي وصلت اسرع. ولو خليتها من مصر للاردن في 50 فريم هتلاقي ان هي وصلت اسرع واسرع واسرع بالمنظر ده اللي شايفه قدامك ده. فان احنا بنظبط الانيميشن حسب ما احنا عايزين من الكي فريمز اللي تحت دي، ده جزء كبير جدا من الانيميشن. ناس كتير قوي ممكن ما تحبش ان هي تلعب فيه، ولكن هو الانيميشن عباره عن تايمنج وسبيسنج. انت المكان بتاعك من فين لفين، المسافه من فين لفين، في وقت قد ايه. تمام. طيب دلوقتي فاحنا خلاص هنسيبها 150 فريم، انا بمشي من مصر للاردن في 6 ثواني. طيب في حاجه تانية في الانيميشن معظم الناس ما بتاخدش بالها منها، وهي ان انت لما تيجي تبدا الانيميشن بتاعك هتلاقي ان الكاميرا بتبدا بالراحه، هي طالعه بالراحه وبعدها تتحرك بسرعه، بعدها بتهدى تاني. بصوا اهي اكنها عربيه بتدور، وبعدها هتلاقيها في الاخر وقفت لحد ما تقف خالص. ده صح او غلط؟ هو ما فيش فيه كلام، هو صح في مواقف وغلط في مواقف تانية، ولكن لازم افهم حاجه. في الاعلانات اللي احنا بنعملها، لو قلنا ان الاعلانات بتاعتنا مثلا 5 مشاهد، تمام، 1 2 3 4 5، الطبيعي ان لما بتبدا الاعلان عادي جدا ان انت تبداه ان الكاميرا بتبدا بالراحه، لان انت بتبدا العربيه بتبدا تتحرك. الكاميرا بتاعتك دي هنتخيل ان هي الدرون، عارفين الدرون اللي بتطير في السماء؟ الدرون عشان تبدا تتحرك لازم تتحرك من السكون، ان هي قاعده على الارض ثابته، ان هي تبدا تتحرك وبعدها تقعد تصور وبعدها تنزل تقعد تاني. فاول مشهد عادي ان الكاميرا تبقى بتطلع بالراحه، ولكن غلط جدا 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 ان في الاعلان، ودي حاجه اوعى تعملها، ان في نص الاعلان اللي هو المشهد الثاني والثالث والرابع ان الكاميرا تقف وتتحرك، تقف وتتحرك، تقف وتتحرك. لا خلاص، طالما بدات الانيميشن بتاعك على حركه تقعد تكمل على حركه 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 لحد ما بتخلص والكاميرا بتهدى. خلوني اشرح لكم اقصد ايه بالجزئيه دي في حته تانية. هنيجي هنا كده هنقسم الشاشه بتاعتنا، وهاجي في الجزئيه اللي فوق دي ادوس على الجراف اديتور. الجراف اديتور ده معظم الناس بتخاف منه لاسباب معينه، لان هم مش بيبقوا فاهمين ده ايه، فاحنا النهارده مش هنخاف منه لان احنا هنفهم ده ايه. طيب لما اجي امسك الكاميرا بتاعتي كده واجي هنا كده في الجراف اديتور وادوس دوت، مش هنلاقي حاجه بتحصل. انا الكي فريمز اتمسحت. طيب نرجع هنا كده كل حاجه ماشي. نمسك الكاميرا بتاعتنا وندوس دوت، هنلاقي ان الجراف اديتور هو عباره عن شخبطه كده بتمثل الحركه بتاعتنا. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان احنا زي ما قلنا احنا بنتحرك من مصر للاردن، فالجراف اديتور ده بيقول لنا الكاميرا بتاعتنا فين مكانها وهتروح لفين. فالكاميرا مكانها هنا اهو، لو بصيت هنا ده المكان بتاعها، اللي على الشمال ده مكانها في الانفايرومنت بتاعتنا، هنا مكانها نيجاتيف 700 حاجه و30 تقريبا. فلو جينا هنا هتلاقي ان الواي لوكيشن بتاعها اللي هو المكان اللي هي فيه نيجاتيف 741. تمام. طيب وهتوصل لفين؟ هتوصل لفوق. فلو جيت هنا فوق كده هتلاقي ان لو جيت بالسهم هنا شمال هتلاقيها هنا عند نيجاتيف 300 وحاجه او نيجاتيف 400 وحاجه. هنا اهو مكتوب عندك نيجاتيف 436. فانت دلوقتي فهمت مين دول. انت حركت الكاميرا بتاعتك فين؟ لو جيت تبص الكاميرا بتاعتك ما اتحركتش غير على اكسس واحد بس. طبعا انت لازم تبقى فاهم الكاميرا بتاعتك بتتحرك فين. هل هي بتتحرك في اتجاه الواي اكسس اللي هو لو جينا نعمل واير فريم كده اللي هو ده الاخضر اهو، ولا هل هي بتتحرك في الاكس اكسس اللي هو
ده الاكس، ولا هل هي بتطلع لفوق اللي هو الزد اللي هو فوق كده، ولا هل هي بتعمل الثلاثه مع بعض؟ كل ما تبقى متمرس اكتر وتبقى بروفيشنال اكتر ومحترف اكتر في الحته دي، بتقدر ان انت تحرك الكاميرا بتاعتك في الاكس والواي والزي وتعمل لها الروتيشن وتعمل كل حاجه. تمام. طيب ولكن في الحاله بتاعتنا احنا اللي موجوده دلوقتي، احنا حركنا الكاميرا في اكسس واحد بس لو اخدت بالك منه، وهو الواي. كل اللي انا عملته ان الكاميرا بتاعتي واقفه هنا وبتتحرك في اتجاه الواي قدامي، وهو ده. وطبعا لو جيت تبص في اي حته ثانيه هتلاقي مفيش حاجه بتتحرك، الواي بس اللي بيتحرك. طيب كده احنا فهمنا ايه اللي انا شايفه ده. وطبعا هتلاقي فوق هنا من 0 ل 150 اللي هو فريمات بتاعتنا او عدد الثواني بتاعنا. ايه بقى اللي احنا محتاجين نعمله دلوقتي؟ زي ما انا قلت لك ان انت في الانيميشن بتاعك الكاميرا بتبقى بتتحرك بالراحه وبعدها بتتحرك بسرعه. طيب يا سيف انا عايز اثبات للكلام اللي انت بتقوله ده. هقول لك، لو جيت هنا كده في الاوبجكت بروبرتيز بتاعه الكاميرا وانت ماسك الكاميرا، وجيت في موشن باث ورحت جاي هنا كده كالكوليت ودوست اوكي، هتلاقيه بيرسم لك رسمه كده فيها نقط كتير. طيب النقط دي بتمثل ايه؟ بتمثل الكاميرا بتتحرك فين. طيب عشان تفهم اكتر ايه اللي انا عامله ده، لو جيت تبص في النص هنا، بص على المسافات بين الكور دي قد ايه، وعايزك بعدها تبص على المسافات اللي هنا. الكور في الاول قريبه جدا لبعض لان الكاميرا بتتحرك بالراحه، فمعناها ان هي الكاميرا قريبه. بصوا الكاميرا قريبه بتمشي بالراحه وبعدها بسرعه بتمشي بسرعه، فالمسافه من هنا لهنا سريعه، فهو ده اللي بيحصل هنا. طيب عشان تخلي الكاميرا بتاعتك لينير، بمعنى ان انت وهي بتتحرك وهي بتبدا الانيميشن بتاعك، الكاميرا دي بتمشي من هنا لهنا بخط مستقيم، ماشيه بنفس السرعه بالظبط. بدل ما هي كده، بدل ما الكيرف بتاعك ماشي كده، هنخليه لينير. طيب ايه بقى اللينير؟ ايه يا سيف اللي انت بتقوله ده اصلا؟ هفهمكم ايه اللي انا بقوله ده. انا عايز اعرف انا هنا اصلا ينفع ارسم في الحته دي ولا لا. تقريبا لا. طيب الجراف اديتور ده ببساطه شديده هو عامل هو رسم توضيحي للي انت هتشوفه في الفيو بورت او في ال3 دي. هنا معناه ان الكاميرا بتتحرك بالراحه بالراحه، شايفين اهو بالراحه، عامل زي الرولر كوستر، زي القطر، قطر الموت لو هيجي يقع من فوق هيمشي بالراحه، بعدها هيقع بسرعه جدا، بعدها هيروح واقف. هو ده الجراف اديتور بالظبط. فانت هنا الكاميرا بتاعتك بتتحرك بالراحه 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 بالراحه، بعدها بتسرع بتبقى سريعه جدا، ده اسرع حته بالظبط اللي في النص، وبعدها بتهدي تاني. طيب عشان الكاميرا تبقى سريعه ماشيه على طول، مش سريعه تبقى ماشيه بنفس السرعه، بدل ما دول كده هتلعب فيهم وتغير توجيههم، فده هتروح ماسكه وتعمل له روتيشن، ده ينفع تحركه وتعمل فيه كل حاجه. ولو واخد بالك وانا بحركه الكاميرا بتتحرك على الشمال. تمام. فهتمسك ده تخليه كده، وهتمسك ده تخليه كده، هتخلي الاثنين واقفين قصاد بعض بالظبط. تمام كده. فلو دوست بلاي هتلاقي الكاميرا اول ما دوست بلاي اتحركت على طول. بص اتحركت على طول، عكس قبل كده. لو فاكر قبل كده عامل ازاي، هتلاقي الكاميرا قبل كده بص تتحرك بالراحه، دلوقتي لا. طيب هل يا سيف الطبيعي ان انا ابقى بحرك دول وبقعد اعملهم كده؟ في الحاله اللي احنا بنعملها دي مش شرط، ممكن تيجي عادي جدا هنا كده تروح دايس تي في الكيبورد، حرف تي، وفي الانتربوليشن تخليها لينير كده. بمجرد ما تدوس لينير هي هتلاقيها لوحدها اتعملت كده. فكده هي لينير، ان الكاميرا بتاعتك بتتحرك من الاتجاه ده للاتجاه ده بنفس السرعه بالظبط. يعني لو دي عربيه بتتحرك من مصر للاردن وكانت في الاول بتمشي في مثلا ان هي تبدا من السكون اللي هو 0 كيلومتر في الساعه، وبعدها تبقى 10 وبعدها 20 وبعدها كذا، لا دي العربيه دي ماشيه على سرعه 20 او 40 فقط، هي نفس السرعه بالظبط. طب قبل كده كان اسمها ايه؟ كان اسمها لو دوسنا تي بيزير. تمام. هو ده الفرق بين الاثنين. فوانت بتحرك الكاميرا بتاعتك لازم تبقى فاهم ايه اللي بيحصل هنا بالظبط، هو مين بيتحرك ازاي، عشان تعرف انت تعمل الانيميشن. لو انا دلوقتي قررت ان انا عايز الكاميرا بتاعتي في الاول تبقى بتتحرك بالراحه ولكن في الاخر ما تقفش، ليه انا مش عايزها تقف في الاخر؟ لان انا وانا بعمل الاعلان بتاعي انا عارف ان بعد المشهد ده في مشهد تاني، فانا مش عايز الكاميرا تقف، انا عايز الكاميرا تكمل حركه. عشان الكاميرا تكمل حركه لازم تمسك ده بقى وتروح عامله كده. ده معناه ان الكاميرا بتاعتك ماشيه بالراحه بالراحه بالراحه، وبعدها خلاص هي بتتحرك. فلو دوسنا هنا كده بلاي هتلاقي ان هي ماشيه بالراحه، وبعدها بتسرع وبتسرع بتسرع 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 ومش هتقف حتى في الاخر هتلاقيها اكنها خبطت طق. فاهم؟ ده اللي بيحصل. فهي دي الجزئيه بتاعه الانيميشن. طيب امتى بتعرف ان انت قادر ان انت تعمل انيميشن اقوى او ان انت تحرك حاجه اكتر؟ لما تيجي تعمل انيميشن على اكسس تاني. بمعنى انا دلوقتي عايز الكاميرا بتاعتي في الاول تبقى بصه لتحت كده وتروح بصه لفوق. هي الكاميرا انيميشن اصلا ايه؟ لو انت عايز تفهم الكاميرا انيميشن، الكاميرا انيميشن ببساطه هو استابليش شوت، او انت ده درون الطياره، او انت مخرج بتوضح للناس ايه الاعلان او ايه اللي بيحصل. فهي لو اتعملت صح كل حاجه هتبقى حلوه، اتعملت غلط كل حاجه هتبقى للاسف وحشه. طيب فاللي انا عايز اعمله دلوقتي هو ان انا
اخر فريم او اول فريم عندي عايز الواي اكسس ده اللي هو الكاميرا وهي بتبص كده، عايز اول فريم عندي الكاميرا تبقى باصه لتحت كده، تمام، باصه كده. فهدوس هنا كي فريم. عشان تحط كي فريم بتدوس على النقطه دي معناها في ال 3 دي في برنامج بلندر كله لو لقيت النقطه دي موجوده في اي حته، ده معناها ان بلندر بيوصل لك رساله بيقول لك الحاجه دي ينفع تعمل لها انيميشن، تمام. فانت دلوقتي حطيت نقطه، وبعدها هنروح عند اخر فريم، هتلاقي ان دي بقت خضراء لان انت ما حطيتش اي كي فريم تاني، فاحنا هنخليها تبص كده تاني مثلا. وهو حط كي فريم لوحده عشان انا فاتح الاوتو كينج، لو انت مش فاتحه يبقى تدوس عليها عشان يحط كي فريم. فلو جيت تبص هنا دلوقتي في الجراف اديتور هتلاقي ان في حد جديد بقى موجود معانا في العيله، الباشا اللي فوق ده. طيب يا سيف، هو انت اصلا ازاي بتحرك البتاع ده كده؟ عشان تحرك الجراف اديتور لو دوست ميدل كليك في الماوس هتلاقي ان انت ينفع تحركه كده، ميدل كليك قاعد عمال تعمل كده. وعشان تفعصه او تمده او تعمل تبططه كده بتدوس كنترول ميدل كليك، بتنزل الماوس لتحت، هتلاقي نفسك بتفعص الحاجه كده هتلاقي نفسك بتكبرها، تمام. وهتلاقي نفسك انا قاعد عمال احرك الماوس عمال اعمل كده، تمام، كأنك بتعمله مساج. فانا دايس كنترول عشان اكبر ده كده وابص عليه. هتلاقي دلوقتي ان انت بقى عندك حد جديد. طيب تعالوا نعمل بلاي انيميشن ونشوف اصلا ايه اللي حصل. لو دوسنا هنا كده هتلاقي ان الكاميرا بتاعتك بقت بتتحرك اهي، بقى دلوقتي في ان هي بتمشي قدام وبتعمل انت الاستابلش شوت بتاعك. تقدر تعمل كل اللي انا شرحته قبل كده. لو انت عايز نفس العين دي ان هي وهي بتبقى بتعمل كده بتطلع مثلا دي تطلع بالراحه وبعدها تبقى بنفس السرعه، يبقى هتمسك اخر كي فريم وتروح عامل كده وهتدوس بلاي. دلوقتي هتلاقي ان انت بتبدا الحركه بتاعتك وبتعمل استابلش شوت للانفايرمنت بتاعك. هي دي الفكره كلها في الكاميرا انيميشن. طبعا كل ما انت امكانياتك تبقى اعلى كل ما هتلاقي ان انت قادر ان انت تحرك الكاميرا في اتجاهات تانية. ولكن انا مش عايز اطول عليكم في الفيديو ده اكتر من كده، بس لو انت استفدت فعلا من الحته بتاعت الانيميشن دي، لان انا اكتر حته انا بستمتع بيها الانيميشن دي، ما تنساش ان انت تعمل لايك واعمل سبسكرايب. وهدف السلسله اللي احنا بنعملها الفتره دي اللي هي ان احنا هنملي الفراغات، هدفها ان هي للناس البيجنرز اللي وصلوا لحته كويسه بس عطلانين في حاجات كتير. فاعمل شير لصاحبك برضو اللي عطلان في الحته دي، ولو انت عاجبك ده اكتب لي في الكومنت عشان نقدر ان احنا نعلي عليه اكتر ونشرح تاني حاجات اعلى من كده، لان الكاميرا انيميشن فيها حاجات اعلى من كده بكتير جدا جدا جدا. واستناني يوم الجمعه اللي جايه عشان هنشرح الشيدنج لان هو مهم جدا.